بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا، وعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية. مجلس النواب اترفع عنه الحرج هو والحكومة، وحكم المحكمة اداهم الدفعة إن هم يقوموا بتعديل قانون الإيجار الأماكن القديم كاملا ويرد على حكم المحكمة الدستورية بعدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية. طيب، المجلس وعد الناس وكان مطالب الملاك: احنا عايزين قانون موحد، احنا عايزين الاملاك بتاعتنا، احنا عايزين تحرير العلاقه الايجاريه، كفايه المعاناه اللي احنا عانيناها اكتر من 40 50 60 سنه احنا بنعاني. الملاك الاصليين توفوا بسبب هذا القانون بالحسره والندم على املاكهم وعلى اولادهم، ان هم قال لك مشروع استثماري ناخد منه وناكل وناكل اولادنا. هيجي المستاجر يقول لي الجنيه كان دلوقتي الجنيه يساوي ايه؟ ما انت خليك بالعدل، اذا حكمت احكم بالعدل. الجنيه كان زمان كان بيأكل العيله شهر، دلوقتي ملوش قيمه، الدنيا غليت، وانت ماسك تقول لي العقد شريعه المتعاقدين ده خد حقها مش عارف ايه، احنا دافعين خلوات، اساليب عشان تهرب وتقول لا انا هقعد كمل قعد ببلاش. الملاك ما كان منهم الناس سابوا الاملاك عشان واحد ياخد له 200 جنيه عشان ينزل يلمهم يصرف له 300 400 جنيه. بعض المستأجرين بيساوموا الملاك: تاخد كام؟ تعالى بحالي احسن لك. عايز يشتري مش الشقه بس اللي هو قاعد فيها، ده عايز يشتري العقار كله، وهو عارف انه ما بيلمش حاجه بس هيستفاد بالشقه، ما يشتري بالبخس. وقالوا القانون مش هيتطبق غير ولا بعد 10 سنين، وان حكم المحكمه بس مجلس النواب مش هينظر غير حكم المحكمه وهيزود القيمه الايجاريه 5 اضعاف القيمه الايجاريه الثابته حاليا للوحدات العقاريه و15% كل سنه، وطلعت اشاعات واشاعات ومؤتمرات وناس طيور ظلام زي ما قلنا. طيب، عضو مجلس النواب بيرد على هذا الكلام ويقول لا، احنا هنرد على القانون كله. قال بالظبط كده، قال لك ان باعتبار المجلس هو الجهه التشريعيه يمتلك الحق الكامل في النظر في تعديل قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع مصلحة المجتمع، وإن الاقتصار فقط على حكم المحكمة بشأن الإيجار يؤكد إلى أن هذا الأمر يتطلب دراسة كاملة تراعى كافة الجوانب القانونية والاجتماعية. يعني هينزلوا القانون قانون شامل، عشان الناس بس يقول لك لا الوحدات التجارية أنت مالكش، لا، هيطلع قانون، وهيطلع قانون خاص بالوحدات السكنية والرد على حكم المحكمة الدستورية العليا، وقانون شامل يحل أزمة قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية. ده اللي بقوله للناس اللي هي بتحاول، وعن ديور الظلام اللي بتحاول تعمل شوشرة، وعن الإشاعات إزاي القيمة الإيجارية 5 أمثال و50 ضعف و30 ضعف. 5 أمثال واخد شقة ب5 جنيه، هتديني 5 أمثال 25 جنيه زيادة 15%، 15 قرش، يعني يبقى ما عملناش حاجة. كل دي إشاعات. إلى الآن لم يتم كيفية تحديد قيمة إيجارية، يعني الإيجار هيزيد إزاي إذا كانت وحدات تجارية أو وحدات سكنية. كل ده إشاعات. الحق هيرجع لأصحابه. الملاك اتكلموا، المشوار طويل، المحكمة الدستورية العليا زي ما قلنا خدتوا قبلة الحياة من السيد الرئيس لما أمر إن إحنا نتكلم في الموضوع دوت، وأمر الحكومة إن هي تتكلم في الموضوع ده وتشوف حل للقانون ووضع قانون حاسم وقوي لموضوع الإيجار الأماكن القديمة. وبعد كده دي قبلة الحياة، قبلة الأمل اديتها لنا مجلس، اديتها لنا المحكمة الدستورية العليا. عايزين القبلة بقى اللي هي ترجع لينا الروح من مجلس النواب، ويرجع الحق لأصحابه وينصر الحق ويرفع المعاناة عن الملاك. إن شاء الله يصدر القانون والحق يرجع لأصحابه. وشكرا.
شكرا ومستمرين معكم.